واحنا بنوصل لأهدافنا بتيجي مرحلة علينا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس بيحصل عطل، انا مش قادر اكمل لهدفي. تعالى بقى نعرف نتعامل مع المرحلة دي ازاي. اول حاجة ابدأ افهم نفسك، هل العطل ده جاي من صوت خارجي ولا صوت داخلي جوه نفسي؟ فهبدأ ان انا هدي نفسي كده واعرف الصوت اللي جاي جوايا، ان انا واقف دلوقتي. هل انا عندي وعي بذاتي وعارف نقاط القوة اللي عندي ونقاط الضعف اللي عندي؟ انا لو فهمت دي النقطة دي كويس قوي هبدأ افهم ايه اللي بيشغلني وايه اللي بيعطلني. ولا الصوت ده جاي من الخارج والناس اللي حواليا اللي دايما محسساني ان انا مش هنجح وان انا فاشل. اتعامل صح مع الصوت سواء خارجي او داخلي. رقم 2، الهدف اللي انت عايز توصله، هل انت عندك صورة رسمها جواك اللي هي الصورة النهائية؟ انا دلوقتي نفسي اتخرج ونفسي احضر الحفلة بتاعتي بتاعة التخرج، او نفسي اترقى في منصب معين. ايا كان الصورة النهائية بتاعتك انت رسمها. هل انت عندك المشاعر وبتمتلك مشاعر الفخر والامتنان وكل المشاعر دي انت حاسس بيها فعلا؟ لازم تحس المشاعر دي عن طريق تخيل وارسم الصورة النهائية. انا اهلي فخورين بيا وانا واصل للهدف ده، انا فخور بنفسي. ابدأ حط الصورة وحط المشاعر، هتلاقي نفسك انت مشاعرك اصلا معاك امتنان وحب ونجاح وفخر وكل حاجة. بعد كده اعمل ليك عادة يومية. العادة يعني استمرارية، هعمل عادة وهستمر عليها كل يوم هيساوي عندي نجاح. رقم 4، خلي عندك نوتس يومي، هتكتب كل إنجاز بتعمله في حياتك كل يوم. من أول ما بتقوم من النوم أنت بتعمل إيه الإنجاز اللي أنت حققته النهاردة، فأجي قبل ما أنام أشوف أنا عملت إيه النهاردة، بكرة هزود حاجة تانية على حسب. حتى لو إنجاز بسيط جدا اكتبه. فلما تحصل لي الفترة بتاع العطل دي أبدأ أبص على إنجازاتي وأبدأ أشوف الصورة بتاعة الهدف بتاعي النهائية، والمشاعر تبدأ تشتغل عندي تاني. ده يديك قوة ودافعية للأمام دايما.